توضيح الصورة معانا. رجع لنا مرة تانية أستاذ كريم حسن أدمن صفحة أسفين يا ريس للتعليق وتوضيح القصة اللي حصلت واللي اتقالت في ميدان العباسية، وإن أهالي العباسية طردوا مؤيدي الرئيس السابق من الميدان. اتفضل يا أستاذ كريم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. اولا يا فندم انا كريم حسين مش كريم حسن. طيب حدا، انا اسفه. ولا يهمك يا فندم. ثانيا احب اقول كل سنه والامه العربيه والاسلاميه طيبه بمناسبه المولد النبوي الشريف، وكل سنه وضباط الشرطه طيبين بمناسبه اعياد الشرطه. بالنسبه لموضوع اهالي العباسيه، احنا منزلين بيان اول امبارح يوم 24 تحديدا الساعه 12:30 مساء ان احنا غير متواجدين في اي ميدان في مصر، وننفي مشاركتنا في اي فعاليه في اي ميادين الجمهوريه، ونطالب ابناء مبارك واعضاء صحه الرئيس بالتزام منازلهم وعدم التحرك في اي اتجاه او اي مسيره. فاحنا اصلا ما نزلناش في اي مكان في مصر عشان يقولوا ان هم طردونا. ثانيا الناس كلها تعرف وتعلم جيدا من هم اول من صنع ميدان العباسيه واول من نزل اليه، فمحدش الحمد لله طردنا، واحنا علاقتنا بالناس كلها كويسه، احنا اصلا ما نزلناش. فيعني مش عايزين بس ايه الناس تحاول تزرع فتنه. ويعني ايه يا استاذ كريم الناس كلها عارفين اول من صنع ميدان العباسيه وتوجه؟ اول ما نزل ميدان العباسيه كلهم عارفين من هو اول ما نزل ميدان العباسيه، واحنا لينا ارضيه هناك كويسه ومحترمه جدا. ثانيا احنا ما نزلناش اصلا عشان هم يطردونا. وثالثا احنا نتقبل جميع الاراء حتى لو كانت ضدنا، فاحنا ما نزلناش عشان هم يطردونا. تمام، هي دي الفكره. بشكرك أستاذ كريم حسين أدمن صفحة أسفين يا ريس على وجودك معنا. بالتأكيد ده الحدث الأهم اللي بتشوفه مصر، ومترتب عليه تطورات كتيرة هنتابعها على المستوى السياسي وردود أفعال القوى السياسية سواء داخل الميدان أو داخل البرلمان. بعد الفاصل نكمل مع